ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نعمل مع بعض كفته في البيت. احنا هنشويها بشوايه، احنا هنصنعها في البيت بايدينا. خلاص، زي ما انت ما شايفه كده، مش هتطلعي بقى تشوي بره ولا عندك شوايه. احنا هنعمل الشوايه في البيت. معانا هنا الكفته بتاعتنا، احنا متبلينها وانا متبليها معاكم قبل كده في كذا فيديو زي ما انتم ما شايفين كده. هنبدا ناخد الكفته بتاعتنا ونبدا نصبحها على اسياخ الشيش طاووق كده. وهنخلي معانا مية البصل اللي احنا واخدينها من البصل اللي احنا حاطينه في الكفتة. وهنبدأ ناخد صوابع الكفتة كده ونغمس ايدينا بمية البصل. وهتبدأي بقى ايه تصبعي كل الكفتة بتاعتك. فكرة الفيديو النهاردة ان احنا هنصنع مع بعض شواية في البيت بطريقة سهلة جدا. مش هتضطري بقى تطلعي تشوي ولا تروحي عند حد في الساعة دي، لا انت هتعملي الشواية بايديكي في البيت بطريقة سهلة جدا. وهقولك عليها دلوقتي في الفيديو ازاي تشوي في البيت من غير شواية. خلاص، هنخلص بقى مع بعض كل الكفتة. صلوا على النبي يا حبايبي وكملوا الفيديو للنهاية، وان شاء الله تعجبكم فكرة الفيديو النهاردة ان انت ازاي تصنعي شواية بايديكي في البيت. خلاص، خلصنا هنا كل الكفتة بتاعتنا. بصوا بقى الفكرة بتاعتنا بتاعت الشواية. اي صينية ألمونيا عندك هتاخديها وهتفرشيها بالورق الفويل كده، وهتكوني مجهزة شوية فحم كده حلوين وهتحطيهم في قلب الصينية. والشبكة بتاعت البوتاجاز بقى هتاخديها. الشبكة بتاعتنا بتاعت البوتاجاز كلنا طبعا عندنا واحدة زيها. خلاص، هتبدأي بقى تحطيها كده، واحنا كده طبعا مصبعين مع بعض الكفتة. تبدأي بقى ترصي صوابع الكفتة بتاعتك كده زي ما انت ما شايفة. وصنعنا شواية في البيت بفكرة سهلة وبسيطة بأي صينية ألمونيا عندك. زي ما انت ما شايفة كده هتغلفيها بالفويل وتحطي فيها الفحم. خلاص، وهتحط على وشها ايه الشبكة بتاعة الفرن. وبكده نكون صنعنا ايه شواية في البيت بإيدينا، من غير ما نطلع بقى نشوي عند أي حد ولا نحتاج من حد شواية، بطريقة سهلة جدا. خلاص، فكرة بسيطة وسهلة خالص. لو عجبتك بقى الفكرة النهاردة يا ريت ما تنسيش تحط اللايك، وما تنسينيش في كومنت كويس. خلاص، هناخد بقى من مية البصل اللي احنا كنا بنصبع بيها، وهتبدأ ترشي كده على صوابع الكفتة بالفرشة. خلاص، انا هنا طالعة في البلكونة، انا بشوي في البلكونة عشان الدخانة. خلاص، بصوا الكفتة بتاعتنا شكلها عاملة ازاي. فكرة شواية سهلة وبسيطة. ايه رأيك بقى؟ هتقلبيها وهتتقلب معاكي بكل سهولة زي ما انت ما شايفة كده. فكرة فيديو جميلة جدا. انا عايزة بقى كومنتات جميلة زيكم، وعايزة لايكات كتيرة. خلاص، بسبب الفيديو الجميل ده ان شاء الله كلنا هننفذ الفكرة وهتعجبكم جدا. جربيها وان شاء الله هتعجبك جدا. وتطلعي بره عند اي حد تشوي، لا في البيت هتشوي زي ما انت ما شايفة. خلصنا بقى الكفتة بتاعتنا، شوف طلعت معانا بكل سهولة ازاي. ايه رأيك بقى؟ فكرة شواية سهلة جدا، نفذيها وقولي لي رأيك فيها. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. ولو عجبكم الفيديو يا ريت كومنت كويس. ولو انت اول مرة تشوفيني وانت جديدة معايا يا قمر، يا ريت تشتركي معايا في القناة. واستنوني حبايبي في فيديو جديد، واشوفكم بخير.